مش اوقات كتير بتحسي ان انت متأخرة عن اللي حواليكي؟ اللي اتجوزت بدري، واللي خلفت، واللي سافرت، واللي نجحت، واللي اشتغلت، واللي عملت فلوس، واللي حققت احلام كتير انت نفسك فيها. وبيبقى جواكي سؤال بيتكرر كتير: هو انا ليه لسه واقفة هنا؟ انا ليه ما اتحركتش من مكاني؟ هي ليه الناس حواليا بتتقدم وانا بتأخر؟ انا ليه ما بحققش اللي نفسي فيه؟ والاجابة هي ان لو انت فعلا عاملة كل اللي عليكي ومش مقصرة في الاخذ بالاسباب المباحة والمتاحة ليكي، فانت كده مش متأخرة. لان ببساطة اللي مطلوب منك هو السعي، مش ضمان النتيجة. والسعي انت خلاص عملتيه، فانت كده بالظبط عملتي اللي عليكي، مش مطلوب منك اكتر من كده. النتيجة دي بقى بتاعت ربنا عز وجل. فلو انت فعلا متوكلة على الله وعاملة كل اللي عليكي، فانت مش متأخرة. فاستبشري بالله خير، لعل ربنا عز وجل بيجهزك عشان لما النعمة توصلك تعرفي قيمتها وتحافظي عليها. لعل الخير يكون في حاجة تانية غير اللي انت نفسك فيها، ويمكن التأخير ده هو اللي هيصلحك. او يمكن يكون العطاء موجود في البلاء اللي انت فاكراه بلاء وفاكراه حرمان. فده ترتيب رباني محتاج بس يقين وصبر واخذ بالاسباب منك. واللي ربنا عز وجل كاتبه ليكي اكيد اكيد هيجيلك، وهيجي في وقته اللي هو احسن من اي وقت تاني تخيلتيه أو استنيتيه. ربنا عز وجل قال: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. 1000 سنة، فاصبري شوية، إن الله مع الصابرين.